منتخب المغرب رابع العالم بيتعادل مع منتخب الإكوادور بهدف لكل فريق، أما المنتخب المصري بيحقق فوز عريض على منتخب السعودية وهو 4-0. خليك معايا وهقول لك على التفاصيل. امبارح كان في مباراتين يعني من أروع ما يكون، بس مباريات ودية. طبعا مباريات ودية بتساعد في التصنيف العالمي. نروح للمباراة الأولى وهي مباراة منتخب المغرب ومنتخب الإكوادور. منتخب المغرب اللي عمره ما واجه منتخب الإكوادور في أي مواجهات مباشرة قبل كده، دي أول مواجهة تجمع ما بين المغرب والإكوادور. حقيقة مباراة كانت صعبة جدا على منتخب المغرب. منتخب الإكوادور بيسجل هدف تقدم في الدقيقة 48، أما منتخب المغرب فبيظل يعاني حتى الدقيقة 88 عشان نائل العناوي يسجل هدف التعادل من ركنية لعبها له أشرف حكيمي عشان يضعها بالرأس في الشباك، وبتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق. رغم التعادل إلا أن منتخب المغرب بيحافظ على سلسلة اللا هزيمة. منتخب المغرب بيحقق 24 مباراة بدون هزيمة، ودي أعلى نتيجة مفيش منتخب قدر يوصل لها. نروح بعد كده بقى للمباراة التانية وهي المباراة المهمة، مباراة منتخب مصر ومنتخب السعودية اللي انتهت بفوز المنتخب المصري بأربع أهداف نظيفة في مباراة منتخب السعودية لم يحضر. حقيقة رغم التحفظات على حسام حسن إلا أن منتخب مصر استطاع الفوز، وبالرغم من كل الانتقادات اللي كانت بتقدم للاعب أحمد سيد زيزو إلا أن زيزو كان مفتاح السر. زيزو هو سبب المكسب. زيزو بيعمل اسيست الهدف الأول وبيشارك في الهدف الثاني وبيسجل الهدف الثالث، ولولا خروجه في الدقيقة 55 كان سجل أكتر من كده. طيب ايه اللي فرق في اداء زيزو وخلى زيزو يظهر بالمستوى ده، مع الرغم ان زيزو الفترة الاخيرة يعني يعتبر مش موجود؟ زيزو مع المنتخب فرق معاه عدم وجود اللاعب محمد صلاح. زيزو لعب في مركزه الطبيعي بدون اي نزاع. زيزو كان واخد حريته وبيلعب براحته في مركزه اللي هو متعود عليه، وساعده على كده ان السعودية ما كانتش موجودة. زيزو كان بيلعب في الشارع اليمين رايح جاي لوحده، محدش كان بيوقفه. ده ساعد زيزو انه يظهر بمستوى جيد جدا. طيب 4-0 نتيجة تقيلة للمنتخب السعودي، بس الحقيقة عايز اقول لك ان يعني 11 مباراة جمعت بين منتخب مصر ومنتخب السعودية. المنتخب المصري بيحقق 7 فوز امام منتخب السعودية، وكان في فوزين للمنتخب السعودي وتعادلين بكلمك قبل كده. طب منتخب السعودية بيفوز على مصر في بطولات رسمية، يعني منتخب السعودية في كأس القارات 99 بيحقق فوز عريض جدا على منتخب مصر وهو 5-1، وده كان بعد طرد 3 لاعبين من منتخب مصر. منتخب مصر كمل المباراة ب8 لاعبين فقط. كمان منتخب السعودية في كأس العالم 2018 قدر يحقق نتيجة وهي الفوز بهدفين مقابل هدف. سجل هدف منتخب مصر اللاعب محمد صلاح. أعلى نتيجة حققها منتخب مصر أمام منتخب السعودية فدي كانت في الستينات، منتخب مصر بيفوز على منتخب السعودية 13-0، ودي تاني أعلى نتيجة حققها منتخب مصر أمام السعودية وهي 4-0. وبس كده، هي دي كانت أهم الأخبار عن مباراة المغرب والإكوادور ومباراة مصر والسعودية. بتمنى الفيديو يكون عجبكم.